وسع يا عم الحاج. جاي لك يا ترامب الدكر بتاع الشرق الاوسط. يا ريس خد طيارة تانية، مش تروح في نفس الطيارة، الناس دي غدارة يا ريس. طيارة ابن بطوطة يا ريس ضربوها وقالوا سوري. يا ريس خد حذرك يا ريس من العالم ولاد 60 في 70 دول. اقسم بالله اللي هيلمس منه شعره انتوا معاكوا واحد اصلا عادي جدا ماشي شايل كفنه على ايده. خد بالك يا ريس على نفسك انت، الله يبارك لك، خد بالك على نفسك عشان احنا بصراحة املنا بعد ربنا بنثق فيك. انت راجل محترم وبصراحة كده بيحسدونا عليك، ربنا يسترها عليك يا كبير. هتروح يا ريس تتشرط وتتأمر وتقول اللي انت عايزه كله، معاك شعب كامل في ظهرك يا جميل يا عسل انت. انا بقول لك اهو اتأمر واتشمر وبصراحة يعني حظك وحش رايح بعد النتن. ريحانتنا هتلاقيها هناك في البيت الابيض، بس ولا يهمك هناخد معاك معطرات وهتظبط الدنيا، هتظبط الدنيا تظبيط ان شاء الله. امورك طيب بس يا ريس ده كان الشرق الاوسط. بصوا جاي لكم يا اولاد الترابتيتا. انا بقول لكم اهو الراجل ده يفطر احلى فطار، احنا مفطرينه فطار وغدا احلى غدا واحلى. بصوا الكبير وصال، ربنا يحفظ مصر. تحية.